السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الكرام، تحياتي لكم جميعا. يا إخوان، نهضر معكم في واحد الموضوع بكل صراحة. موضوع قاصح شوية، لربما ما يعجبش بعض الناس، ولكن هذا هو الواقع اللي كنعيشو حاليا. ما بقاش تيقوا في صحاب القنوات، راه أغلبية صحاب القنوات راه كيضحكوا عليكم. لا باغي يردوكم ضحكة بالعربية، راه كيطنزوا عليكم. والله ما فيتني باغيين هذيك التعاليق والفتنة ديال التعاليق. هذا عدو يجي مشاهدة، ما عندوش مصداقية كاع في القناة، والله ما كاينة. باغي يضحكوا عليكم. كنفض ليهم البال. انا مبقيتش بغيت نحط انا فيديوهات على قبل هذاك التخربيق بحال ما هكاك، ما كاين الكذوب والفتنه. انا قلت انا نبعد من هادشي، ما بقيتش حطيت، راكم نتوما شفتوا على قبل هاد الفتنه. بنادم الله يكون في العون. لا ما تبقى تلاحظ معايا فيه، واخا انا كنت كنحط فيديوهات زعما كنهضر فيهم بعفويه، ولكن ما هكاك كيبان لي ما يعجبش بنادم، ما بقيتش بغيت نحط. اغلبيه صحاب القنوات راه والله كانوا كيضحكوا عليكم، والله ما عندهم مصداقيه بالله، كذوب في كذوب. كنشوفو انا يمشي يصور حولي في الصباح، يدير علي فيديو يقول لك انه راه قدو غادي يدير 2000 درهم 2500 درهم لا غلا، وفي العشيه يدير علي فيديو يقول لك انه راه عطاوني فيه 4500 درهم وما بغيتش نبيعو. دابا شنو هذا؟ ما كيطنزش عليكم زعما؟ ما كيضحكش عليكم؟ شنو الهدف عندو؟ هو هذيك الفتنه ديال التعاليق صافي، كومونطيرات ويطلع المشاهده. واحد تا هو يمشي يصور في الرحبه فيها 6000 حولي، صور لك حولي واحد مشى لك الفحل ديال الغلم غالي معزول الفحله، مصور وقال له 8000 درهم، جيتي تنشر فيه العيات وتقول لهم راه العافيه راه كاين الثمن. زعما هاك الرحبه فيها هذاك الحولي هو اللي كاين زعما. عارف باغي المصداقيه دور على الحوليه الصغيره والحوليه الكبيره، ودور على الخروف الصغير والمتوسط والكبير، وجيب لي من الاثمنه. ما مشيش دير في فتنه. خليت البنادم متفاتن في هاد العيد هذا، ماشي حشومه والله، تا حشومه بالله. واحد شفتو تا هو شاد واحد الخريفه صغير، وما ما وصلش لينا الصوت ديال مولاه بعدا باش غادي نعرفوا واش نقولوا. شديت اياه في الرحبه، ذاك كان مكتفين مواليه باغي يديوها للكسيبه، هذاك اصلا بقى الكسيبه، هذاك ما يعيطش كاع. هذاك راه الجا ديالو انا عارف، انا ولد الدومين، ماشي 38000 هذاك الخروف. الا لقى شي واحد وبغاه راه يخلص لي 2000 درهم، هذاك ديال الكسيبه. وكتقول لهم راه قال لي 60000، سمعناش الصوت ديال مولاه باش تقول حتى 60000. وكذوب، وباين الكذوب، هذاك ما كيقولش الحقيقه، هذاك خاين نهائيا. ما عمري شفتو انا نشر ما اصلا ما كيبغيوش الناس يصورهم هذاك في الكذوب بزاف، وكيوري على اللي بغى هو يوري حوايجو الفتنه حشومه. وريو الناس الحقيقه باش حتى هي تشد قد الوليده. لكن كاين البهيم راه مختلفه في الاحجام، ومختلفه حتى في الاثمنه. بنادم راه كاين خروف ديال 2500 درهم راه يعيط العائله فيها 4 الناس ولا 5. الناس اللي ما عداش راه قل كاع تقضي الغرض، والناس هي ما تهلاش فين تفرق. تا عندك تدريوش وماشي ليا الحولي مثلا ديال 4000 درهم و5000 درهم ولي لا، سير على قدك. انا عندي 3000 درهم غادي نتقدى بها، ناخذها ب 2500 درهم ونشيط، وما نخليش انا بنادم يضحك عليا. بنادم ولا نشر لكم في الكذوب وانتم متيقينه. واحد قال لك لا، فلوس العيد سير سافر بها ولا سير شري بها تليفون. اش من ديانه هذه تابع؟ هذا غنتصنت لي تقول كلامه. هيا الزياده راه كاينه واحد شويه زياده، انا ماشي شي زياده، راه هادشي راه ما تزادش على الحولي، غدوي علينا وجي علينا. تزاد في امور اخرى حتى هي، وحتى الحولي راه لابد. واش دابا تزاد مثلا في المواد ديال العلف، الحولي غيبقى في بلاصتو؟ راه ضروري واحد شويه زياده. راه الكذوب الشيء اللي كتشوفوا في اصحاب القنوات، والله حتى الكذوب بالله نحلف عليه قليل اللي كينشر الحقيقه، قليل.
اكتاري من الدريات داروا قنوات ما تعرفش تغسل الدواره تجي دايرك في الاثمنه ديال الحول يقول لك غالي، واصلا ما ماشي كيفاش السوق هذيك باش تقول كتلاقى في التصاور او وتنشر. حشومه يعني ما خصوش يضحك عليهم. سير يعطاكم الله الصحه، سير دور في السوق وخذ على قدك، راه الاثمنه راه مختلفه والاحجام حتى هي مختلفه. ما كاينش حولي ديال ديال 8000 درهم في السوق ولا ديال 5000 درهم في السوق، راه كاين الاثمنه راه مختلفه، راه كل حاجه والثمن ديالها. راه كاين اللي حولي تا هو راه عامين وهو يعلف فيه، عامين وهو مقابل وراه ما غينوضش هو يبيعو لك ب 2000 درهم ولا 2500 درهم كما باغي. ولا بغيتو الحقيقه بغيتو الكذوب راه كاع نكذبوا عليكم. نقول لك انا عادي حولي ديال 2000 درهم وتجي عادي نقول لك لا راه بعته تباع. لا بنادم يعرف اش يدير، ما سير دور في السوق، سير دور السوق الاول والسوق الثاني عاد اقضي، شوف جي الاثمنه وتشاور مع راسك ودير اللي تسلكك. يلا السلام عليكم، تحياتي لكم.